بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ حشتوني جدا جدا جدا. معلش عشان صوتي، عشان بس واخده نزله برد وتعب صوتي، مش قادره اتكلم. بس هنعمل معاكم فيديو حلو قوي النهارده. تعمل ايه يا ام نور؟ عندنا ناس بتشتغل مع جوزي في الارض، ولازم نعمل لهم ايه، نجهز لهم غدا. هتجهزي لهم ايه؟ قلت لازم نعمل الفيديو ده معاكم. دي فراخ مربية عندنا في البيت، ماسكاها غسلاها ومنضفاها وحطيتها لما صفت، واللهم صل على، غسلاها بليمون وخل وملح عشان الزفارة زي ما انتم متعودين معايا. هعمل لها خلطة زي الفراخ المشوية بالظبط. التتبيلة اللي انا بعملها دي بعتمدها في الفراخ على طول. التتبيلة بتاعتك يا ام نور؟ هنصلي على الرسول عليه السلام ونبدأ الفيديو. بسم الله. معايا هنا بصلتين غسلهم مقطعهم، معايا قرنان فلفل اخضر واحمر، ومعايا حبيتين 3 طماطم وزيهم جزر، ومعايا ليمون. حطه بقشره، تحطه بقشره، حطه بقشره. ومعايا البهارات بتاعتي، شويه خل وشويه زيت. كل الحاجات اللي معايا دي احطها في الخلاط. دي خلطة جميلة، والفراخ بتاعتي حجمها مش كبير قوي، يعني جايباهم كده عشان بحب فراخ اللي هي زي المشوية، ما تبقاش كبيرة قوي عشان ما تبقاش، عشان تستوي. ودي الخل وده الزيت. احط لها نص معلقة عسل اسمر. اضرب ده كله في الخلاط. احط لها ربع كوباية مية. هضرب الخلطة بتاعتي دي وارجع لكم تاني. حبايبي، دي التتبيلة بتاعتي بعد ما عملتها في الخلاط اهو. فرمتها وناعمة وجميلة ما شاء الله. هتعملها ايه تاني يا ام نور؟ ودوم بطاطستين، حبتين بطاطس مسكتهم وغسلتهم وقطعتهم كده، وهنزل بالفراخ بتاعتي عليه. الفراخ هتبقى جميله وشاربه من التتبيله دي. عايزه تسيبيها ساعتين في التتبيله دي، مفيش اي مشاكل. عايزه تعمليها وتحطها على طول زي ما انا هعملها، حلوه برضه اهو. هتشرب من التتبيله دي، مش هنحط لها ميه ولا اي حاجه. همسكها كده. التتبيله دي عايزه تعملها برضو للحمه تشويه حلوه. انا بعتمدها لاي حاجه بعملها. وده هيثم الزنان اللي ما يبطلش زن كل فيديو. هتبقى احلى صينيه فراخ مشويه في الفرن. لو انت عايزه تزوديها بعلبتين زبادي ماشي. انا هسيبها كده لمده ساعه، وبعد الساعه هنزل اولع عليها تحت في قلب الفرن، اللي هو الفرن بتاع الغاز، عشان هو شديد شويه عن فرن البوتاجاز. مش هحط لها اي حاجه، انا احط لها بس شويه زيت على الوش كده واحطها في الفرن.